بس احنا عايزين نوضح حاجه مهمه جدا، ان هل الحكومه بالفعل تدخلت نحو الهبوط للدولار ولا لا؟ احنا لما بنيجي نتكلم يا فندم حضرتك بالارقام اللي اعلنها البنك المركزي، يعني احتياطي شهر اكتوبر 19.6 مليار. نيجي من فتره في شهر 11 و12 لغايه يناير الدوله المصريه تحصلت فوق الرقم ده على 2.8 مليار في صوره مبادله مع الجانب الصيني، وتحصلنا على 2 مليار و750 في صوره المنحه بتاع الصندوق او القرض بتاع الصندوق. وخدنا تقريبا حوالي مليار دولار من البنك الدولي ونص مليار من التنميه الافريقي، وخدنا 2 مليار دولار سندات طرحت في بورصه ايرلندا. جينا في يناير طرحنا 4 مليار دولار سندات الاخيره. يبقى المفروض البنك المركزي يعلن ان احتياطي شهر يناير اللي هيقولوا في فبراير المفروض 32 مليار دولار ونص. لما يعلن ان في 26 مليار لازم يوضح لي 6 مليار الفرق دول راحوا فين. دي نمره واحد. احنا بنتكلم ان الدوله المصريه بتحاول تضغط على الدولار تقريبا من شهر يناير حتى الان، بدليل اختفاء ال 6 مليار دول. اعلنا بشهر يناير ان احتياطي شهر 12 24 يعني في فرق قرابه حوالي تقريبا 4 مليار. واعلنا في شهر فبراير ان مارس يناير الاحتياطي بتاعه 26 مليار، يبقى في اختفاء 2 مليار. يبقى المعنى كده ان البنك المركزي ضخ قرابه حوالي 6 مليار عشان يسيطر على اسعار الدولار. اولا احنا حذرنا ان ممكن الدوله المصريه تتدخل تعمل حاجه اسمها كراشنج في قلب السوق، تمام، نتيجه قربنا لبعث الصندوق يوم 18 فبراير، وهو ده تقريبا الهوم ورك اللي الصندوق سابه لنا المره اللي فاتت، لازم تسيطروا على سعر الصرف. في حاله ان الدوله المصريه تقريبا الاستاذ محمد بيقول انا عندي غطيت اعتمادات مستنديه بحوالي 1 وشويه 2 مليار، انا عايز اقول 90% من المستوردين متوقفين، عندي تقريبا حوالي قرابه 7 مليار دولار. 90% من المستوردين متوقفين؟ ده كلام الشعبه نفسها يا فندم، شعبه المستوردين نفسها 90% من المستوردين متوقفين تماما. مش لاقيين دولار والدولار موجود ازاي؟ لا يا فندم، خلاف ما بين البنك المركزي والمستوردين على قرابه حوالي 7 مليار دولار نتيجه تعويم قيمه الجنيه، حتى الان الخلاف ده ما اتحلش الا بيقول لك خلال 3 سنين. هل تتوقع انخفاض اكثر ام العكس بالنسبه للدولار؟ لا يا فندم، انا بؤكد ان الحكومه اتدخلت لتخفيض قيمه الدولار مقابل الجنيه، وده الدليل ان يوم 18 بس الصندوق جايه ولازم تكون متصرفه، لان دي من ضمن احد تعليقات الصندوق. طيب تمام، انا ما عنديش مشكله في اللي فات، اللي جاي تتوقعه ازاي؟ ما انا بتوقع ان هم وصلوا يعملوا حاجه اسمها كراشنج، ده احنا حذرنا منه، لان الكراشنج ده خطير جدا، لان بيعمل عمليه نوع من انواع تبخر الاموال. هنا عمل حاجه اسمها هيد اند شولدر، الاشكال الفنيه بالنسبه للجنيه عند 18، فهنا الراس وكتفين، يعني بالمعنى الصح ان ده شكل انعكاس الارتفاعات. هنا بيروح لغايه المنطقه الذروه بتاعته اللي هي 15 جنيه ونص، ويحصل عمليه ارتداد ثاني سريعه ثاني لمنطقه 17 18 جنيه. احنا بنتكلم ان انا كمواطن مصري اتمنى ان الدولار يساوي الجنيه كمواطن مصري، انما ان احنا نبتدي وزاره الماليه تفرض ضرائب وتبتدي تركز على عجز الموازنه على جيب المواطن، وان الدوله المصريه ايضا انها السياسه النقديه تركز ايضا على مدخرات المصريين. ايه الفرق النهارده في الناس الغلبانه اللي راح تغير 1000 و2000 دولار شادينها للثمن في مدخرات زيها زي الفلوس بالظبط؟ يبقى النهارده احنا لعبنا على كل الحيطه دي عشان 1.2 مليار دولار. انا اعتقد ان المفروض لازم يبقى في محاسبه جاده جدا للي تبع السياسه الاسلوب ده. عندنا النهارده تسريب اللي بعد الصور اللي بتتسرب النهارده على طوابير البنوك، يقولوا لي حصلوا لي كام على كام 1000 واحد او كام مليون واحد راحوا حطوا ال 1.2 مليار. انا شايف السياسه النقديه لازم اعاده دراسه النظر فيها، اللي بيحصل اخفاق كبير جدا في السياسه النقديه في مصر. اعتقد ان عند منطقه ال 15 ونص ان كل المستوردين اللي عندهم مشاكل مع طب امتى يعني انت بتقول انه هيرتفع؟ امتى؟ بدراستك او بقراءتك للمشهد؟ 5 ايام من شهر فبراير اللي هو بعد ان شاء الله ما بعث الصندوق تيجي واحنا رصفنا لها الطريق وحطينا لها الزرع. طيب هيبتدي نشيل الزرع. طيب اذا لم يحدث بعد 18 فبراير ارتفاع هنتحاسب؟ هيحصل يا فندم الربع الاخير يا فندم في ارتداده قويه هنتكلم. ماشي، كويس جدا.